لأول مرة في الجزائر والعالم تم اختراع آلة اصطناعية تعمل عمل البنكرياس من طرف بروفيسور جزائري مقيم بشيكاغو. هذه الآلة الصغيرة تساعد الأشخاص المصابين بمرض السكري من الاستغناء عن الأنسولين لمدة 5 أيام مع تعبئتها في كل مرة، كما يمكنك استخدامها حتى وأنت تحت الماء. C'est un appareil qui innovant، يعني حاجة جديدة في هنايا ولا في الأمريكان. هذه اللي لا pour réagir, pour contrôler et pour donner la possibilité aux gens de se régulariser ويصبحوا عايشين عيشة كما نقولوا هنا نورمال. هذه دونك اللي ايكيبي دون مانيير وين حتى كي يقيسها الماء ولا تعود في لابيسين افيك اون بروفوندور دو 1 متر يا اوكان سوسي، سادير لاباري تبقى ديما ماشية. هذا الاختراع الطبي لمرضى السكري رحبت به وزارة الصحة، حيث قامت بتسهيلات للبروفيسور عميروش من أجل صدور آلة البنكرياس الذكية في المخابر الجزائرية. On était vraiment bien reçus par le ministère de la Santé هنا في الجزائر، ويعني فرحوا بنا، والمهم هو باللي راح نمشيو معهم ونديروا enfin l'enregistrement nécessaire باش هذه تصبح حاجة dans le but c'est de la production de cet appareil en Algérie. الاختراع الطبي الأول والفريد من نوعه الذي رحبت به وزارة الصحة من شأنه أن يعيد الأمل لمرضى السكري بعد أن خاب أملهم عديد المرات من الإشاعات بالشفاء من داء العصر.